أنا شخصيًا ما كنتش مؤمنة بتأثير الرموز غير بعد ما سمعت الكلام ده. دماغه بتستقبل في اليوم كم كبير جدا من المعلومات، عشان كده أدمغتنا بتتمتع بنظام ذكي جدا عشان تقدر تكون الذكريات. النظام ده بينقسم ل3 مراحل: الترميز، التخزين، الاسترجاع. المعلومات اللي اتعمل لها ترميز بتتخزن في المخ في مكان يسمى بالذاكرة قصيرة المدى لمدة 30 ثانية. في خلال 30 ثانية دول لو الواحد ما كررش المعلومة، ما ربطهاش بمعلومات سابقة عنده، ما فكرش فيها، تتحذف. لكن في خلال 30 ثانية لو الواحد فكر في المعلومة أو كررها أو ربطها بمعلومات سابقة عنده، تتخزن في الذاكرة طويلة المدى وتتحول لجزء من ذكرياته. الذكريات في النهاية هي اللي بتشكل هوية الإنسان. ومن هنا بدأت أربط ما بين الكلام اللي بيتقال عن تأثير مانديلا ونظرية ديجافو. فتعالوا نبدأ حلقة العقل الكذاب أو المخدوع. ولو أنت مش مؤمن بتأثير الرموز فالحلقة دي معمولة ليك. بس خلي بالك، أنا مش هدفي من الحلقة دي إنك بعدها تشت أو عقلك يشت أو دماغك تسافر لحتة تانية. أصل في شعرة بسيطة بين المعرفة والجنون. فامسك العقل في حلقة العقل الكذاب على باب الحقيقة.